6 سنين 7 سنين. انا صاحب براند جيرو. جيرو ده مطعم فاست فود يوناني بذوق مصري. انا فاتح في جامعه مصر الدوليه، لو في مصر اسماعيل الصحراوي، وفاتحين في العاشر من رمضان شارع الضرايب في نور الفرح. طبعا المشروع بقاله سنين، بدايته كانت في الساحل الشمالي، ونزلنا جامعه مصر الدوليه من 8 سنين تقريبا، والعاشر فاتحين بقالنا 6 شهور. الاكل بتاعنا حاجه هوم ميد خالص، حاجه كلها ما شاء الله، من اول العيش، البطاطس، الفراخ، الصوصات احنا اللي بنعملها بايدينا، ما بنجيبش حاجه جاهزه خالص. الحمد لله اغلى حاجه وانضف حاجه بنجيبها وبنعملها بايدينا، ما بنجيبش شيفات، احنا الشيفات. انت اصلا بدات في مطعم يوناني، يعني انت بدات الشغل في مطعم يوناني. انا بدات في مطعم يوناني في 6 اكتوبر في امريكانا بلازا. المطعم ده كان بيعمل كل الاكلات اليونانيه ليها علاقه باليونان، انما انا تخصصت في الحته بتاعت السندوتشات اليوناني. ان هو كان بيعمل كل حاجه، المنيو بتاعت المطعم كانت كبيره. انا تخصصت بس في السندوتشات لان فكرتها بسيطه ولذيذه وطعمها محترم، والكميه اللي في السندوتش محترمه تشبع اي حد. فابتديت اعملها وانفذها بمساعده اخواتي طبعا ومساعده ربنا قبل اي حد، لحد ما وصلنا للتيست كويس جدا. الكواليتي الحمد لله. طبعا الناس اللي كانت بتاعت شعب ده اللي ما كانوش، اتمنى ان هم يجربوا يقولوا رايهم. فالحمد لله بقينا عندنا مكان ثابت في جامعه مصر الدوليه بفضل الله. والعاشر بقى لنا يعني شويه صغيرين، في ناس طبعا عارفانا وفي ناس لسه ما تعرفناش. اتمنى يجربونا ويقولوا رايهم حتى لو سلبي. بحب اسمع الاراء السلبيه قوي يا جماعه. الاكل بتاعنا هوم ميد، حاجه لذيذه، حاجه مختلفه في العيش، مختلفه في التتبيله، مختلفه. حضرتك بتقول ان انت الشيف. انا اللي بعمل كل حاجه بايدي، ما فيش عندي، انا صاحب مكان، ما فيش عندي انا اقعد واشغل ده، لا انا بشتغل بايدي حرفيا يا جماعه. بس يعني تركيزي كله على جامعه مصر الدوليه، لان بيبقى الشغل فيها اكتر شويه ولازم ابقى مركز فيها اكتر. فعلى طول شغال في جامعه مصر الدوليه. هنا بسيب اخويا، طبعا هو عارف احسن مني كمان، يعتبر بعد ما اتعلم وبقى 100 الحمد لله. فهو احنا بنجيب الموضوع مش صحاب مكان، لا احنا بنجيب الموضوع ان احنا اللي بناكل، مش انتوا اللي بتاكلوا. احنا بنحط نفسنا مكان اي حد جاي يشتري يلاقي سعر كويس، يلاقي جوده، يلاقي كميه. فبفضل الله وصلنا لدوت، ونتمنى ان انتوا تدعمونا في ان احنا يعني في اراء سلبيه تقولوها لنا، في حاجه ايجابيه برضه تقولوها لنا عشان نحس ان احنا بنعمل حاجه، والناس اللي ما جربتناش يجربونا. انتوا بتخبزوا، انت بتقول ان انت بتخبزوا بنخبز العيش، احنا بنخبز العيش من اي تو زد. البطاطس بنجيبها من سوق العبور في عربيه، وبنشيل على السفينه وبنغسل وبنقطع وبنقشر وبنتعامل عادي خالص. يعني احنا يعني ما بيفرقش معانا بهدله، لا احنا بيفرق معانا ان احنا نطلع حاجه كويسه. الفراخ بنجيب الفراخ من اي تو زد وننضفها، بغسلها، الزفاره بتاعتها بننضف كل حاجه، بنتبلها بتتبيلتنا المحترمه وتتبيلتنا الممتازه. التوابل من حته ممتازه جدا، حته محترمه جدا ومعروفه. الصوصات بتاعتنا احنا اللي بنعملها، سلطه الزبادي والهاني ماسترد بالزبادي والحاجات بتاعتنا احنا اللي بنعملها. كل حاجه من اي تو زد فريش، كل حاجه من اي تو زد احنا اللي بنعملها، كل حاجه بنتعب فيها، وكل حاجه بنحاول ان احنا نوصل الذوق بتاعكم بس بطريقه يونانيه وبطريقه مختلفه فيها تاتش يوناني كده. بس احنا مصريين وبنعمل حاجه مصريه وبنعمل حاجه تشرفنا. مزج بين الاكل المصري والاكل اليوناني. مزاجنا فيه، بس اليونان هناك مشهور قوي بالبيتا العيش ومشهور بالتوابل، فهي الفكره في كده. انما هو مش اكل غريب ومش اكل عجيب ولا اكل بيتفكس، لا يعني الجيرو ده اصلا ليه معنى، وعلى النت لو سرشتوا هتلاقوا معناه، وهتلاقوا ان هو حاجه يوناني، وهتلاقوا نفس السندوتش اللي هناك هو ان شاء الله احنا باذن الله.